مع تواصل نزول الأمطار على مناطق الشمال والشمال الغربي حتى منتصف نهار اليوم وفق مصادر الرصد الجوي، تتواصل تخوفات السكان في كل من ماطر ومختلف مناطق ولاية بنزرت وجندوبة والأحياء السكنية المحاذية لوادي مجردة من فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه بالسدود. وقد سجل بالكافة اليوم مقتل شخصين وفقدان آخر نتيجة الفيضانات. وفاة شقيقين وفقدان شخص ثالث بعد غرق السيارة التي كانت تقلهم بوادي الرمل جنوب مدينة الكاف، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة. وقد نجا شخص رابع كان موجودا على متن السيارة نفسها بعد تعلقه بشجرة، وتم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى الكاف حيث تلقى الإسعافات اللازمة. كما تسببت الأمطار في قطع الطريق الرابطة بين منطقة السمانة ومدينة الكاف.